مهم جدًا إنه انتفاء العلاقة المادية ما بين المريض والطبيب، دي حاجة مهمة جدًا، لكنها دي قضية كبيرة صح، بتزيل بقى أي يعني شكوك ما بين. بنتكلم فيها طول عمرنا ومن زمان، إن العالم كله بما فيه دول في منطقة الشرق الأوسط ودول عربية عملت سيستم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المريض والطبيب ماديا ولا أي حاجة، الطبيب بيعمل شغله والمستشفى هي اللي في منظومة. في منظومة، على فكرة المنظومة دي إحنا يعني موجودة في أمريكا، موجودة مم. في أوروبا، مم. موجودة في الخليج العربي، موجود في دول على فكرة ممكن تكون أقل مننا حضاريا وتاريخيا حضاريًا وتاريخيًا، وكدولة كبيرة. إنه أنا عندي طبيب بيشتغل في مستشفى واحدة بياخد salary محترم، مرتب محترم مم. جدًا، لائق مم. بالجهد اللي هو بذله طول حياته، مم. ولائق بمكانته العلمية والاجتماعية، مم. وفي نفس الوقت بيأدي الخدمة على أعلى مستوى. أنت هتقول لي طب ما أنت ممكن ما تكونش بتعمل كده، ما هو أنا ما باعملش كده، أنا محطوط في المنظومة دي غصبٍ عني، محطوط في لازم المنظومة. أتعايش معاها، اه لكن في النهاية هي دي منظومة صح المفروض علاقة الطبيب مع المستشفى تمامًا. مش مع المريض، ما يقبضش نهائي، منه. نهائي، بالتأكيد هو ده العالم النموذجي، وعلى فكرة بقى في العالم كله، مش اه. موجود بس يعني إحنا لسه في الحتة دي شوية، مم. لو بحثت حضرتك بقى في كل المشاكل الطبية اللي بتحصل هتلاقي دايمًا وراها هذه النقطة، وراها دي. اه. اللي هي إثارة الشك ما بين مم. المريض والطبيب والطبيب. في النقطة دي بالذات يعني.